مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. الحكم بالسجن ضد بوغانمي الترجي التونسي. قضت محكمة الناحية بسوسة بسجن لاعب الترجي لكرة اليد أسامة البوغانمي لمدة 6 أشهر مع خطية مالية على إثر قضية رفعتها ضد جمعية وطنيون النجم الرياضي الساحلي، والتي وقع تقديمها من طرف الأستاذ وابن النادي كريم مصدق، والتي تم خلالها التشكي من اللاعب بعد تهجمه لفظيا على جهة الساحل ورجالته، خاصة عبد المجيد الشتيلي، الأسطورة عبد المجيد الشتيلي، منذ سنتين تقريبا. كما قلنا اليوم أكيد هبط الحكم هذا بالسجن لأسامة البوغانمي لمدة 6 أشهر مع خطية مالية.